السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحوال طيبه ان شاء الله. كما تتشوفوا اليوم حضرت واحد الكيكه بمناسبه حصول المنتخب الوطني على الرتبه الرابعه. هنيئا لهم. الصراحه هاد الكيكه هاد تجي شي حاجه اللي زوينه وسهله التحضير، تنفرحوا بها هكا بوليداتنا. شي حاجه محضرينها في البيت وبمكونات اللي سهله ورخيصه. دابا بلا ما نطول معاكم وعليكم، خليكم مع الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي هنايا جوج البيضات، ضفت ليهم رشه ديال الملح، عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده. كما تشوفوا الكسر ما عمرتوش بزاف، وتنخلط العناصر كاملهم مزيان. من بعد غادي نضيف كاس الا ربع ديال زيت المائده. كما تشوفوا عبرت بالكاس ديال العنبه وانا تنخلط مزيان. وعندي هنايا كاس ديال الحليب اللي ضفت ليه بعض قطرات ديال الخل، وإلا متوفر عندكم ياغورت طبيعي يمكن لكم تستعملوه ولا ديال الفاني. وتنخلط الخليط ديالي كامل مزيان. بغيتو تستعملوا الخلاط الكهربائي باش يسهل لكم دغيا تخلطوا العجين ديالكم. ودابا غنضيف واحد الساشي ديال الفاني، وبالنسبه للدقيق انا غنستعمل جوج كيسان ديال الدقيق. غنضيف الكاس الاول وغنضيف ليه جوج خمارات حمر ما يعادل جوج معالق صغار، وغادي نخلط مزيان. وغادي نضيف الكاس الثاني كذلك. صافي العجين ديالي كما تشوفوا تيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمول انا دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق وحطيته في الكونجيلاتور باش ملي تنديروا الكيكه ما تلصقش فيها الدقيق. ودابا غادي نكبوا العجين ديالنا تندخلوها الفران على نار مهيله لمده 40 دقيقه ونطلقوا من بعد ما طيب. هايدي الكيكه من بعد ما خرجتها من الفران وهي سخونه تنحاول نسقيها بالحليب بارد بهذه الطريقه. ودابا غادي نحضر معكم الكريمه اللي غنزوق بها الكيكه. عندي هنايا كريمه لا كريم شانتي، وغنضيف ليها كاس ديال الحليب. باكيه ديال لا كريم شانتي سنستعمل ليها كاس ديال الحليب باش تجي الكريمه عاقده وشاده راسها مزيان. من بعد ما تطلع الكريمه تنضيف ليها واحد المعلقه كبيره ديال اي جبن ديال الدهن اللي متوفر عندكم، ولا جوج فرماجات اي نوعيه اللي متوفره، وتنخلطوا العناصر كاملهم مزيان. بالنسبه للكريمه ها هي دي خديت واحد الكميه فيها وضفت له الكولورون او الملون الغذائي بالاخضر، وعندي هنايا هاد الحبيبات هادو بالاحمر هما اللي غنزين بهم الكيكه ديالي. بالنسبه للكيكه ها هي دي من بعد ما بردات قسمتها في الوسط هكا جوج ديال طبقات. غادي ناخد الطبقه الاولى غادي نسقيها مزيان بالحليب، وضعت فوق منها الكريمه. من بعد تناخد الطبقه الثانيه. كما تتشوفوا الوجه ديالها هو اللي ردته من التحت باش يتشرب لنا مزيان الكريمه وتجي لاطاغ ديالنا رطبه وهشيشه. ودابا غادي نزين هذا الوجه هذا الفوقاني غنزينو بالكريمه اللي بقات لي، تنزين بها الوجه مزيان وكذلك حتى الجوانب كما تتشوفوا. دابا غناخذ هاد الحبيبات هادو اللي ما متوفرش عندها يمكن لها تاخذ واحد الكميه ديال لا كريم ودير لها الملون الغذائي الاحمر وتزين بها من الفوق. زينت بهذه الطريقه. عندي هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي حمرته شويه وزينت به الجوانب. كما تنقول لكم دائما التزيين تيبقى اختياري ليكم.
وبالنسبة للكريمة اللي درت فيها الملون الأخضر كما تتشوفوا كتبت بها هنايا ماروك، درت النجمة ديال المغرب ودرت هنا قليبات تيبقى التزيين كما تنقول لكم دائما اختياري ليكم تتفننوا فيه كما بغيتوا. دابا غنقطع لكم واحد الطريف. تشوفوا خاص الكيكه ديالكم تخليوها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان عاد تقدموها وتقطعوها قداش ما بقات في الثلاجه تتشرب مزيان ديك الكريمه وتجيكم رطبه وهشيشه. ونتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وغادي نخليكم دابا مع بعض الصور ديال بعض الاقتراحات ديال تزيين الكيكه على شكل رايه ديال المغرب.